ايه ده؟ هو ده الفيلم التسجيلي اللي أنا عايز أقدمه. ملحمة سيدة فلسطينية. يا ابني انت اتجننت. انا مستحيل اعرض حاجه زي كده عندي في القناه. وليه ما تعرضهاش؟ هو احنا مش المفروض إن احنا بننقل الواقع ولا إيه؟ في مليون حاجه في الواقع ممكن نقولها، لكن الكلام في المنطقه دي ممنوع. والناس دول بقوا جيراننا دلوقتي. إيه؟ جيراننا؟ زي ما سمعت كده، الناس بقت مليانه قرف وهموم ومشاكل، ومش عايزين يسمعوا اللي انت عايز تقدمه ده. أمال الناس عايزة تسمع إيه؟ انا هقول لك الناس عايز تسمع ايه. انا مش مجرد ان انا موجود الكوره اللي بتيجي اصدها وخلاص، لا، انا عايش الجيم وشايف الدنيا من ورا وشايف تحركات المنافس وتحركات الفريق بتاعي. لا حقيقي برو. 6 ساعات استوديو تحليلي، ساعتين وقت الماتش، ساعتين بعد الماتش، 10 ساعات بنسرقهم من وقت الناس عادي جدا. انت عارف ال10 ساعات دول بيدخلوا فلوس واعلانات قد ايه للقناه؟ فلوس دي اللي بندفع بيها مرتباتك انت وزمايلك. آه، هو الموضوع بالنسبة لك استثمار؟ ليه يا حبيبي؟ حد قال لك انها فاتحه سبيل ولا ايه؟ يا حبيبي الناس بتدور على الترندات دلوقتي. شاهد زواج الفنانه الفلانيه من الفنان الفلاني، طلاق الفنانه الفلانيه من الفنان الفلاني، شاهد فضيحه البلوجر الفلانيه. هو ده يا حبيبي الناس عايز تسمعه، مش اللي انت عايز تقدمه ده. تعرف المشكلة في إيه؟ المشكلة مش في الناس، المشكلة فيك أنت واللي زيك. أنت واللي زيك اللي دمرت عقول الناس وخليتهم بيجروا ورا الترند عشان حلم الشهرة. بس أنا بقول لك ومتأكد من حلمي إن في ناس عايزة تسمع اللي أنا عايز أقدمه. وانا بقول لك محدش عايز يسمع اللي انت عايز تقدمه ده.